سلام الله عليكم اخوتي اخواتاتي ومرحبا بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة في قناتكم قصص المجتمع. اليوم غنهضروا على واحد القصة غريبة بزاف وقعت في واحد الحي شعبي، وكانت غتسالي بواحد الكارثة بسبب كلمة قالها واحد الراجل هو كيظن انه كينصح. خليكم معايا حتى للاخر حيت النهاية ما كانش حتى واحد متوقعها. كان في واحد الحي الشعبي راجل سميتو العربي، عنده حانوت صغير في وسط الحومة. العربي كان معروف بالمعقول ديالو والنية الزوينة، وحتى الناس كاملين كانوا كيتيقوا فيه. كان اي واحد كيبغي يسول على شي واحد ولا يستشار في شي موضوع كيمشي عند العربي، حيت كان معروف عليه ما كيكذبش. في ديك الحومة كانت كاينة واحد البنت سميتها سمية، بنت زوينة ومعروفة وسط الحي، ولكن كانت عليها بزاف ديال الهضرة. شي ناس كانوا تيقولوا بأنها بنت الناس، وشي ناس كيقولوا عليها أمور أخرى. العربي ما كانش كيدخل راسو في هاد الهضرة، وكان ديما كيقول الله أعلم بالعباد، كل واحد مسؤول على راسو. داز الوقت وجا واحد الشاب من مدينة أخرى سميتو يوسف، كان خدام ومستقر وباغي يتزوج. تعرف على سميرة عن طريق العائلة وعجباتو بزاف، وقبل ما يدير الخطبة بدا كيسول عليها، سول هذا وهذا وكل واحد كيعطيه جواب مختلف. وفي الاخر مشى عند العربي للحانوت وقال لي السي العربي بغيت نسولك وجاوبني بكل صراحة، واش هاد البنت تصلح للزواج؟ سكت العربي شوية، حس براسو محصور، إلا هدر يمكن يظلم البنت، وإلا سكت يمكن يخبي الحقيقة. بقى شوية كيفكر ومن بعد قال لي شوف ولدي، أنا ماشي قاضي باش نحكم على الناس، ولكن اللي كنعرف أن هاد البنت كانت عندها بعض المشاكل في الماضي، وإلا كنتي باغي تزوج خصك تعرف كل شي براسك قبل ما تاخذ القرار. من بعد ما كمل العربي الكلام ديالو مشى يوسف. العربي ما عطاش الموضوع أهمية، ولكن ما كانش عارف أن هاد الكلمة غادي تقلب حياته كاملة. بعد شهر تقريبا تراجع يوسف على مشروع الزواج، ومن ثم بدات المشاكل. وصل الخبر لسميرة والعائلة ديالها، وخصوصا واحد خوها الكبير اللي سميتو حميد واللي كان معروف بالعصبية ديالو. منين سمع باللي العربي هو آخر واحد هدر مع يوسف قبل ما يفسخ الخطوبة ديالو على أختو، خرج من العقل ديالو. بدا حميد كيهدر على العربي في القهاوي وقدام الناس اللي ما خداوش الهضرة ديالو بجدية. ولكن مع الأيام ولا حميد كيجمع صحابو كيقول بأن العربي شوه السمعة ديال أختو، وكان السبب بأنها خسرات راجل كان باغي يتزوج بها. في نهار من النهارات لقى العربي الباب ديال الحانوت مخربش ومكتوب عليه دير حسابك، ومن هنا بدات القصة الحقيقية. منين لقى العربي هذاك التهديد مكتوب على الباب ديال الحانوت بدا كيحس باللي الموضوع ما بقاش مجرد هضرة ديال الحومة. حاول يتجاهل الأمر ويكمل حياته عادي، ولكن في اليوم الموالي جا عنده واحد الجار قديم وقال لي السي العربي اسمع ليا، راه حميد معصب عليك بزاف وكيقول في القهوة باللي انت السبب في كل شيء. العربي تنهد وقال والله ما قصدت نضر حتى واحد، الراجل سولني وجاوبته باللي عرفت. ولكن الأخبار كانت توصل لحميد بطريقة مختلفة، كل مرة شي واحد يزيد كلمة وشي واحد ينقص كلمة، حتى ولا مقتنع باللي العربي هو اللي شوه سمعة اختو وقنع يوسف باش يفسخ الخطوبة. ودازو الايام، وفي واحد الليلة العربي سد الحانوت ديالو بحال العادة وغادي للدار. كانت الزنقة خاوية والجو بارد، وفجأة حس بشي واحد كيتبعو. كل ما كيزيد في الخطوات كيحس باللي كاين شي حركة وراه، دار براسو ما لقى حتى واحد، بقى غادي حتى وصل لزنقة ضيقة. وفجأة خرجوا ليه جوج ديال الشباب ملتمين، شدوه من كتافه ودفعوه بقوة، طاح في الأرض وتجرح في جبهته. قبل ما يفهم شنو وقع هربوا بجوج. بقى العربي مصدوم، ما سرقوه ما خداو ليه والو، غير اعتداو عليه ومشاو. عرف بلي الرسالة واضحة. الصباح تجمعوا الناس في الحانوت، شي كيقول خصك تبلغ وشي كيقول خصك تواجه حميد، ولكن العربي اختار القانون. مشى العربي دار الشكاية وخلى الأمور تاخد مجراها. بعد أيام قليلة وقع شي ما كان حتى واحد متوقعه. يوسف الشاب اللي كان باغي يتزوج بسميرة
رجع للحومة، كان جاي باش يسلم على واحد الصديق ديالو، ومنين سمع باللي العربي تعرض للاعتداء مشى عنده مباشرة وقال ليه اسمح لي يا السي العربي أنا السبب بطريقة غير مباشرة. استغرب العربي وسولو كيفاش، جاوبو يوسف وقال ليه الناس كاملين كيقولوا باللي فسخت الخطوبة بسبب كلامك، ولكن هاد الشي ماشي صحيح. العربي من بعد ما سمع الكلام ديال يوسف بقى ساكت، وكمل يوسف وقال ليه انا من بعد ما هدرت معاك بقيت كنقلب ونسول ونبحث، القرار ما كانش بالسبب ديالك، كان بسبب امور اخرى اكتشفتها بوحدي. ومن بعد ما جمع بعض افراد الحي وقال قدامهم كاملين العربي ما ظلم حتى واحد، وما قال حتى كلمة خايبة على سميرة، بالعكس نصحني غير نتأكد من الامور براسي. قال لي اسمح لي يا السي العربي. العربي بقى كيشوف فيه، قال حميد وعينيه في الارض ظلمتك، سمعت الهضرة وصدقتها بلا ما نتأكد. العربي سكت اللحظة ومن بعد قال المهم الحمد لله بان الحق، وفي ديك النهار ارتاح الحي كامل، ولكن العربي تعلم درس عمر ما ينساه في حياته. من بعد هاد الواقعة ولا اي واحد جاي يسول على شي شخص كيقول ليه انا ما نحكمش على عباد الله، اللي بغيتي تعرفه قلب عليه براسك. اما حميد فتعلم ان الغضب يقدر يخلي الانسان يدير اخطاء كبيرة ويندم عليها من بعد. وحتى لهنا خوتي خواتاتي القصة ديالنا كتكون انتهت، واللي كنستافدو منها وناخدو منها العبرة ان الاشاعة كتقدر تكبر حتى تولي حقيقة في عيون الناس، وان الحكم على الاخرين بلا دليل كيسبب مشاكل ما عندها حتى داعي. الى عجبتكم القصة ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة قصص المجتمع وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وللقاء في القريب العاجل مع قصة جديدة. دمتم في رعاية الله.